هقول لك على حاجة يمكن مفيش حد قالها لك قبل كده وبالشكل ده. أحلامك مش محتاجة حماس، أحلامك محتاجة جراحة. أيوة بالظبط كده، عملية جراحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أي عملية جراحية في الدنيا ما ينفعش تتعمل بالصدفة ولا تتعمل وانت متردد، وكذلك على أحلامك. مشكلتنا إننا بنتعامل مع أحلامنا كأنها نزوة أو مزاج، أو لما الظروف تبقى حلوة، لكن في الحقيقة الظروف عمرها ما كانت مثالية. فخليك ذكي وتعامل مع أحلامك كأنها عملية جراحية مصيرية. وخليني أشرح لك خطوة بخطوة. أول خطوة، حدد ميعاد مهما كان الميعاد ده قريب أو لو كنت أنت مش جاهز 100%. أسوأ حاجة إنك تفضل تقول لما مزاجي يتحسن، لما نفسيتي تبقى كويسة، لما الوقت يسمح. بص، العملية مش بتستنى المريض يبقى شجاع، هي أصلا بتتعمل عشان خاطر تنقذه. تاني خطوة، ادخل بقلبك كله مش بنص قلب. الدكتور لما يجي يعمل العملية مش بيبقى متردد أو يفضل يقول يمكن نأجل. كذلك الأمر على أحلامك، يا تدخل بقلبك كله يا ما تدخلش خالص. التردد بيخلي الوقت ينزف، ولو الوقت نزف الحلم بيموت. تالت خطوة، اعمل حساب لكل الحاجات. يعني الدكتور لما يجي يعمل العملية بيبقى عامل حساب لكل حاجة، المضاعفات والألم وفترة التعافي. وانت بقى بتبقى داخل على أحلامك ولا عامل حساب للألم ولا للإحباط ولا لليأس. الناجح مش اللي ما بيغلطش، لكن الناجح هو اللي بيبقى عامل حساب للغلط. رابع حاجة، ما تستعجلش النتائج السريعة. مفيش عملية انت بتعملها وبتقوم منها تجري وتقول انا خفيت، لا، ده لسه في ألم وفي تعب وفي وقت للتعافي. كذلك أحلامك لو استعجلتها هتفسد العملية. الصبر مش حاجة عكسك، لا، ده الصبر جزء من العلاج. خامس حاجة وهي خليك ذكي. يعني أوقات بيكون الغشومية في الحاجة بتفسد العملية. يعني مثلا لو الدكتور بيعمل الحاجة ما بيعملهاش بذكاء كده ممكن يفسد العملية، لكن أحيانا وبنسبة كبيرة الذكاء هو المنقذ. بس في أحلامك كده بالظبط، عاملها بذكاء. قول مثلا إيه هو أقصر طريق مش أسهل طريق، وكمان مين الناس اللي ممكن أتعلم منهم، وإيه هي الحاجة اللي ممكن تخليني أوصل أسرع. بس المشكلة مش في حلمك ولا في الناس ولا في الظروف، المشكلة فيك انت، انك انت لسه بتعامل احلامك كأنها حاجة جانبية كده، مش مسألة حياة او موت. فلو انت هتحلم من النهاردة فابدأ عامل احلامك كأنها عملية جراحية، واستعد للألم والإحباط والتعب، وما تستعجلش النتائج. وصدقني الشخص اللي هتدخل بيه هيبقى غير الشخص اللي هيطلع من العملية دي. هتبقى إنسان ناجح وواثق من نفسك إنك أنت صبرت على الحاجات دي كلها وربنا كرمك. بس كده خلص الفيديو بتاعنا. متنسوش تشتركوا في القناة واكتبوا لنا لو رأيتكم في الكومنتات. سلام.